الرضاعه الطبيعي من الحاجات المهمه جدا اللي كل العالم دلوقتي بيتكلموا عنها. كان الاول بيصدروا لنا اللبن الصناعي، بعد كده رجعوا في كلامهم وبيصدروا اللبن الطبيعي. عايزين نرجع بقى لاصلنا كده وعاداتنا الاساسيه الصحيه، ان الست ترضع البيبي، ده بيفيده في مناعته. الحاجه التانية بيفيدك انت كمان، بيقلل معدل اورام الثدي، بيساعدك في نزول الوزن، بيزود الرابطه ما بين الام وطفلها، بيعالج لي اكتئاب الولاده على فكره، من الحاجات اللي بتحسن نفسيه الست جدا. بس في كده اعتقاد غريب ان في ستات لبنها خفيف وفي ستات لبنها مغذي، فعايزين نعرف الستات ازاي تحسن اللبن بتاعها بحيث ان هو يبقى لبن صحي وهي ما تفقدش، يعني ما تبقاش هي تضعف او يسبب لها هشاشه بعد كده. بالظبط. فايه هو الاكلات او التغذيه اللي احنا محتاجينها علشان الست ترضع كويس؟ احنا اول حاجه عايزين نقول انه لبن الام ده في الاخر هو الاسهل، يعني مش تحضير الرضعه اسهل طبعا، وتصحي بالليل تسخني طبعا لبن الام هو الاسهل، هو الامن، هو المناسب للطفل بتاعي اكتر. يعني في كل الاحوال لازم نحاول ان احنا نرضع، يعني اهم حاجه ما نيأس بدري، او ان انا مش بعرف ارضع، او انا بردانه فانا مش هرضع، برضو ده من الحاجات المهمه جدا. وبعدين ده يعني عاده جديده حضرتك والبيبي بتتعودوا عليها على بعض، فلازم نفهم ان احنا هناخد وقت عشان نتعود على بعض، نفهم اللغه دي عشان نفهم في الاخر يعني بيرضع امتى وامتى بيبقى شبعان، والكلام ده كله احنا مش هنتولد بيه، او مش اول ما جالك البيبي وخديه رضعيه حضرتك متوقعه ان انت هتعرفي ترضعي. لازم بس يعني ننزل بالاكسبكتيشنز كده شويه عشان النتائج تبقى كويسه. هل في بقى لبن خفيف ولا لبن تقيل؟ لا، هو اللبن في الطبيعي مع اي ست بيمر بمراحل حسب احتياج الطفل، بحسب مراحل، وحسب احنا في اول اليوم ولا في اخره، كل ده يعني سبحان الله كل ده بيتغير لوحده. عشان كده بنقول ان يعني لبن الام بيتغير. بالظبط، يعني الست اللي عندها برد وخايفه ان هي ترضع ابنها او بنتها، بالعكس ده بيبقى فيه اجسام مضاده لنوع البرد اللي هو عندها ده، فبيحمي الطفل من غير ما انت تبقي خايفه ان انا ما اقربش منه والكلام ده كله. لا، ده عادي جدا. ربنا بيبقى خالق ان هو اختلاط اللعاب بثدي الام ده بيديله مضادات حيويه، جسمها بقى بيديله من الخبره اللي موجوده فيه بروبايوتكس اللي هي بتساعد انه يتعافى اسرع وانه يخف احسن. طيب هنا بقى نرجع نقول طب انا ممكن اساعد ابني ازاي او اساعد نفسي ازاي؟ اول حاجه بنقول ان اللبن ده ايه؟ اللبن ده لبن الام سائل، فانا عشان يطلع مني سائل كويس بكميات كويسه لازم اكون انا كمان بشرب سوائل كويسه. فابسط حاجه ان انا اعمل ايه؟ اشرب ميه. فمن النصيحه المهمه جدا ان احنا نقول للست خلي جنبك ازازه الميه، ما تقوليش ما تعمليش مجهود، قبل كل رضعه في الاماكن اللي انت قاعده فيها في البيت، اكتر اماكن انت بتقعدي فيها خلي ازايز ميه جنبك، بحيث انه قبل كل رضعه لو قدرت ان انا اشرب كوبايه او 2 ميه، او حتى وانا برضع في اثناء فتره الرضاعه ان انا اشرب كوبايه ميه، دي من الحاجات الكويسه جدا. ميه وعصير بس هو بقى تروح للعصاير المصنعه. لا بس هتقولك ايه، انا بشرب اللي من غير سكر. لا هي مش كده، هي الفكره ان العصير المصنع ايا كان فهو عباره عن ميه وسكر والوان، احنا ناقصه البروتينز فهو مش هيساعدك في زياده اللبن. يعني دي من الحاجات اللي ما فيهوش الفيتامينز المطلوبه اللي موجوده اصلا في الفاكهه. فلو كده ممكن نشتري من بتوع اي بتاع عصير على اول الشارع، اشتري منه العصير لو انت مكسله يعني تعصري، او كلي الفاكهه او كلي الفاكهه. يعني لو انا مش قادره اعمل العصاير خلاص اشربي ميه وكلي الفاكهه نفسها. لو مش عايزه اشتري كمان ممكن اكل الفاكهه نفسها. ومن الحاجات برضو السوائل اللي ممكن نشربها اليانسون، من الحاجات اللي هي الاعشاب دي حلوه قوي، بتهيألي ان هي كمان لما بتنزل في اللبن بتقلل الانتفاخات والحاجات دي، بتريح البيبي. احنا ما بننصحش ان احنا ندي الحاجات دي للبيبي، احنا بنقول لحضرتك اشربيها انت بس، بلاش الحاجات اللي بيبقى فيها بهارات كتير لان دي هتتعب البيبي. بتغير بقى برضو من الحاجات السوائل الشوربه، من الحاجات الحلوه قوي عشان بيبقى فيها امينو اسيد وفيها شويه، فيها فعلا شويه بروتين. لو هي طبعا دسمه قوي نحاول ان احنا نقلل الدسم بتاعها عشان ما نبقاش بناخد دسم على الفاضي، بس في نفس الوقت دي من السوائل الكويسه جدا. او اشربي لبن هو كده هيبقى اكتر من حاجه، هو اصلا مصدر للكالسيوم، مصدر للفيتامين د، هو مصدر للسوائل وبروتين سهل الهضم جدا، فتقدري ان انت تشربي اللبن. كل دي انواع سوائل تقدري ان انت تشربيها، فانت زودتي حجم السوائل اللي تقدري تقدميها للطفل بتاعك. تاني نقطه بقى اللبن ده مغذي ولا لا؟ فاحنا ايه اهم الحاجات اللي احنا عايزينها عشان البيبي يكبر؟ علشان نحسن جوده اللبن قالوا لازم ان انت تاكلي بروتين كويس، وكمان يبقى فيه مصدر للفيتامينات كويس، والحاجه الثالثه الاوميجا برضه يبقى فيه نسبه اوميجا كويس. لو رحنا بقى الحاجه فيها اوميجا وفيها بروتين كويس هنرجع نقول الاسماك.
السمك المشوي، وجبه السمك المشوي دي وجنبها شويه السلطه الخضراء اللي فيهم شويه الورقيات اللي فيهم الفوليك اسيد اللي فيهم الفيتامينز، انت عملتي وجبه مشبعه جدا، وجبه بتساعد جدا ان احنا يكون عندنا لبن كويس نعرف نرضع البيبي بعدها. كمان الاوميجا موجوده قلنا في الاسماك، المكسرات. فالستات اللي بتحب اللي دايما بيبقى ايه تقول لك انا جعانه طول ما انا برضع هفتانه، حاسه ان انا هفتانه، ممكن تاكل مكسرات 3 جنبها شويه مكسرات، اي نوع مكسرات تقدر ان هي تاخده. النقطه الثانيه احنا بنقول عايزين فيتامينز وحاجات فيها ميه، يبقى الفاكهه او الخضروات، الخيار، الكابوتشي، اي نوع من الورقيات دي فيها ميه فيها فيتامينز. والفاكهه بتاعتها هي هتحتاج على الاقل من 3 ل 4 حصص فاكهه في اليوم عشان ما يجيلهاش امساك بعد الولاده، عشان الامساك بقى بعد هنا الولاده ده امساك صعب جدا جدا. وهنا بقى بنقول لهم في خلطه سحريه كده ممكن نعملها، ان احنا ناخد الفاكهه المجففه زي القراصية او التين المجفف، خصوصا القراصية ممكن نعملها عصير مع كوبايه اللبن، كده احنا خدنا وجبه متكامله مشبعه برضه، مشبعه جدا. دي ممكن تبقى وجبه عشاء، يعني ممكن تبقى وجبه عشاء كامله، كوبايه حليب تكون بارده شويه او ساقعه والقراصيه ويتعملوا عصير مع بعض. الناس بقى لو عندهم امساك زياده ممكن نحط معلقه صغيره زيت جوز هند او زيت زيتون، يبقى احنا كده عملنا كل العناصر. اعتقد ده مش هتتعرض للامساك تاني. من الحاجات الحلوه متهيألي الشوفان والبليله، صح؟ الشوفان والبليله، ودي مثلا ينفع ان هي تاخدهم كوجبه فطار، وممكن نحط معاهم الحليب او المكسرات، او لو هي بقى وزنها زبده فول سوداني، لو هي رفيعه وعايزه تدخل، لو هي تخينه وعايزه هتاخدهم لوحدهم وممكن معلقه عسل، ودي هتبقى مفيده جدا ليها. فالست الحامل اللي بترضع دي ممكن تاكل كويس جدا وتبقى اللي نفسها فيه، ومن غير ما نبقى بناكل المغات والحلاوه والحاجات اللي هي مليانه سكر او دسم كتير جدا، ونرجع نقول مش عارفين ننزل في الوزن. ليه بقى ليه المغات الناس فاكرين ان هي فعلا بتزود اللبن؟ لو هنحللها واحده واحده، المغات دي اول حاجه فيها سمسم، السمسم ده فيه كالسيوم وفي دهون صحيه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا عليها مكسرات، طبعا المغات لازم يتحط عليها مكسرات، والمغات نفسها اساسا فيها حلبه. فانا لو انا مش بحب المغات او انا خايفه ان انا اتخن ومش عايزه اخد مغات، يبقى ممكن اخد السمسم لوحده نحطه على السلطه، او لو مخبوزات او صح. اي حاجه، فممكن احط السمسم او اخد الطحينه، ممكن اخد معلقه طحينه هي معموله من السمسم، فممكن اعمل معلقه طحينه 2 او صغيرين، دول ممكن اخدهم مع البروتين اللي انا هاكله. والمكسرات ممكن اخدها لوحدها والحلبه بتتشرب لوحدها من غير لا سمنه ولا عسل كتير، ولا كمان بقى الستات اللي مش عايزه تفتح الشهيه بتاعتها ما تاكلش الحصى بتاع الحلبه ده، لان هو ده اللي بيفتح الشهيه. فلكن لو هي لو شربت الحلبه لوحدها كده من غير ما نحط معلقتين 3 عسل اسود كتير، هو فيه حديد؟ لا ما فيهوش حديد. انا ما اعرفش مين اللي طلع الاشاعه دي، مش عشان لونه اسود يا جماعه فهو في حديد، ما فيهوش حديد خالص، يعني مش هو اساسا من اصل السكر، هو فيه شويه حديد بس مش هم دول اللي هضحي بكميه السكر اللي فيهم عشان اخد الحديد ده. مش عارف مين اللي طلع الاشاعه، يعني اشاعه السبانخ. وكمان احنا لازم نبقى ضامنين ان هو من مصدر موثوق، يعني معمول كويس، ما عليهوش اي اضافات تانية. يعني دي برضو حاجه احنا مش ضامنينها، احنا مش عارفينه قوي اصلا خالص. فاحنا لو هناخد عسل اسود تبقى معلقه صغيره محسوبه من ضمن السكر بتاعنا، مش عشان انا باخد حديد. عايزين حديد تاكلوا لحم. النصيحه اللي بنقولها لكم في الاخر ان اهتمامك بالتغذيه بتاعتك اثناء فتره الرضاعه ده مش رفاهيه، بالعكس انت بتحافظي على صحتك وبتقدمي احسن تغذيه لطفلك. ولو انت مش قادره توفري ده عن طريق التغذيه بس، فاحنا غالبا بنحتاج مكملات معانا.